اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم يا أحلى متابعين؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير صحة وعافية. اليوم الفيديو كلش حلو وتحفيزي وراح تتونسون وياي. حقضي هذا اليوم أني بالسوق وراح أروح أسوق أنا وياكم. هنا رحنا السوق المخضر أساس دا أروح أشتري ملابس الجهال، فشفت سوق المخضر مفتحين فطبيت للسوق وقلت أتسوق وهناك أطلع أشتري ملابس للأولاد. وهنا اجينا دا ناخذ سمكة. هاي السمكة كلش جذبت انتباهي، اللي شفتوها لونها كلش متغير، يقولون هاي تتغير من لون المي، فبعرف هاي المعلومة صح أم غلط أني ما أدري بيها. وهنا اجينا دا ناخذ طرشي، هذا بالطرشي كلش. وهنا اجينا ناخذ طرشي، فيعني سوقت مسواق اللي احتاجه، انا متسوقه قبل كم يوم فالشي نقص عندي فاخذته. فهنا اجيت همين عندي نقص بالبهارات، قلت ما طول انا طابة اجيب كل الشغلات النقص اللي عندي. فهنا أخذت أني فلفل أسود كان منقص عندي، كمون، بابريكا، وأخذت كركم، وأخذت كاكاو. وهنا أنا ورا ما كملنا مسواق كملت ملابس الأطفال، فما صورت بالسوق. رجعنا للبيت هاي بالليل وسوقنا. احنا رحنا ويا العصر، مو قلت لكم يعني تفاجأت لقيت السوق مفتح، لأن هم يفتحون من الساعة 7 الصبح لحد ويا الغروب يعزلون. فمن لقيتهم فاتحين يدخل أكمل المسواق مالتي أشوف شنو عندي نقص. فهنا أنا فقلت أحسن مثل ما قلت لكم السيارة ما عندنا يعني هاي الفترة، فمن يصير عندي فرصة وأطلع للسوق الأشياء اللي ما كاملة عندي أجيبها أحسن أخلص، لأن أضوج كل ساعة من المنطقة أدز حاجة. فمن السوق من أروح ألم كل احتياجاتي النقص اللي عندي. فهسه راجعة أني بوجهي البيت وراح أصفط وياكم مسواق وشنو اللي اشتريته. هنا أنا اشتريت جلافات مال ماعين، فيعني هاي النوعية يعني كل مرة أخذ منها، وجب الصابون، يعني الشغلات اللي قلت لكم أحتاجها. ومثل ما قلت لكم البهارات اللي اشتريتها كمون، كاكاو، فلفل أسود، وكركم. ونسيت أقول لكم أخذت لمن دوزي. والمسواق اللي احتاجيته أنا عندي قلت لكم مسواق، عندي طماطة أخذت يعني همين شي قليل لأن عندي بالكيلوين بالثلاجة. أخذت بصل، أخذت فلافل، أخذت نص راح أضمه أجمده ونص هسه أسويه قلت عشاء. هذا اللي بيه بهارات راح أسويه، وذاك اللي ما بيه بهارات راح أضمه. وهنا أنا أخذت لالنجي وأخذت فلفل وتفاح، وجبت كيلو طرشي، وأني هم هناك عندي طرشي بس هذا طرشي مالته كلش طيب. والسمكة اللي شفتوها أنا وياكم. وهنا صار عندنا دنيا الصبح، قعدت أول ما بلشت كملت تنظيف البيت خلصته، لأن متعلمة أني بيوم إذا عندي عطلة أحني الجهال شعرهم، يعني أحط لهم حنة. فهنا عجنت الحنة من الليل وخمرتها للصبح، حنيت شعر بنتي الكبيرة والصغيرة عجبها تسوي هيك حنة بإيدها، فمن كملت شعرها وحنيت الهيا فخليتها شعرها تقريبا 4 ساعات. فاجيت خليت للصغيرة حنة، هي عاجبها صار هواي، قلتها بس أعجنها راح أخلي لإيدك من عندها. وهنا أنا ورا ما كملتهم من الحنة بلشت بالطبخ. هنا أنا قعدت التمن، راح تعرفون شنو الغدا. وهنا أنا راح أبلش أسوي وياكم تمن أحمر مثل ما شفتوا. البارحة اشتريت السمكة بس مو أنا اللي راح أشويها، راح أدزها برا يشوي لي إياها.
فهنا بديت اسوي تمن الشعرية. خليت الزيت مثل ما شفتوا، راح ادير الشعرية. وهذا اليوم هو تحفيزي وفيديو حلو راح يعجبكم، وروتين كامل وياكم راح اسوي. فهنا بديت اني اسهي بالشعرية لحد ما يصير لونها شوية اشقر. يلا ادير البصل على مود ما ياخذ لون زايد. وهنا خليت البصل واستوى والشعرية صارت اللون اللي اريدها. راح اضيف المعجون. انتو شنو غداكم كان اليوم؟ احجولي بالتعاليق، اكتبولي. وهنا البهارات انا اللي اخليها فلفل اسود، واخلي وياها كاري وكمون، يعطي نكهة وريحة للتمن كلش طيبة. وراح اضيف هنا اخر شي هو الملح. وورا الملح راح اخبط كل هالمواد واضيف مي بعد. انتو شلون هسه انا ضايفة. خليه يفور. ورا ما يفور ادير التمن، واذا احتاج مي راح اضيف همين مي للتمن هيجي. فلحد ما اشوف ياخذ كفايته من المي. هنا اني خليت احتاج مي، خليته نشف، قلبته، خليته على نار هادئة. وهنا درت الطرشي بالقلبة، وراح احضر حبشكلات مال الغداء. هنا الطرشي اختار الاشياء هم اللي يحبوها. وهنا حضرت الماعون مال الاكل، خليت ليمون وطرشي وبصل. وهنا خلاص اليوم الفيديو مالتنا ان شاء الله عجبكم. اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس، واللي مشترك يحط اللايك. انتظروني بفيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة حبايبي.